ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تبقوا بخير. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للقناه. النهارده معانا الزوم هاك جديده، وكلنا طبعا شفنا الفتره اللي فاتت ان الزوم نزل ابديت جديد، وطبعا البروجرام بقى انترستنج اكتر، بقى اجمل كتير. النهارده هتكلم على الجزء بتاع الشير، لما بنيجي اشير البرزنتيشن بتاعتي وانا جوه الميتنج. تمام؟ طب هاجي هنا عند زرار الشير. طبعا بقى عندي اوبشنز جديده تحفه. انا طبعا فوق عندي 3 تابس، ولو عاوزين ان انا اشرح بقيه التابس، يعني انا النهارده هتكلم على الجزء بتاع السكرينز. لو عايزين اشرح بتاع الدوكيومنتس والادفانس اكتبوا لي في الكومنتس عشان اقدر ان اشرحهم في الفيديوز الجايه. طيب، هنا انا عايزه اعمل شير للبرزنتيشن بتاعتي اهي. اوكي، هختارها. زي ما احنا شايفين في السكرين الصغيره اللي جنبي هنا، بقى تحتيها في 4 باتنز. اوكي، الباتنز دي كل واحد فيهم بيخلي الشكل بتاع البرزنتيشن مختلف تماما. يعني اول واحد ده بيخلي ان اللي هيتعرض للناس اللي معايا جوه الميتنج هو بس شكل البرزنتيشن بتاعتي وخلاص. تمام؟ تعالوا بقى بصوا للحاجات اللي جنبه. يعني هنا لما اجي اختار الباتن اللي جنبه، هلاقي ان بدا يحط لي ان الصوره، او دي مش الصوره بتاعتي، دي الكاميرا. لو انا فاتحه الكاميرا كان زماني انا بقى ظاهره قدامكم دلوقتي. فدي الكاميرا بتاعتي، واقدر اغير البوزيشن بتاعها. لو انا البوزيشن بتاعها شايفه انه هيأثر على العرض، اقدر اغير المكان بتاعي، اقدر اغير حجم الكاميرا بتاعتي بحيث ان انا اظهر على البرزنتيشن قدام الناس اللي انا قاعده بعرض معاهم. تمام؟ طيب هنا كده بالشكل ده هتبدأ تعرض زي ما احنا شايفين برضو ان الكاميرا بتاعتي هتبقى موجودة، والبرزنتيشن بردت لورا، وبقى عندي باك جراوند. الباك جراوند دي ممكن احط فيها اي حاجة بقى. احط فيها اللوجو بتاعي، بتاع الشركة، بتاع القناة. احط فيها مجرد الوان، احط فيها اللي انا عاوزه. اوكي؟ طيب، او ممكن اغير البوزيشن ان تبقى البرزنتيشن وانا محطوطين جنب بعض، بحيث برضو ان اللي انا عايزاه يركز معايا يبقى قدامي وشايف البرزنتيشن وشايفني وانا بشرح جنبي. طبعا تاني دي مش الصورة بتاعتي، دي الكاميرا. لو الكاميرا مفتوحة هبقى انا جنب الايه البرزنتيشن. طب خلينا نشوف كده واحد واحد. طبعا الاولاني ده العادي اللي احنا عارفينه كلنا. تعالوا كده نجرب رقم 2. طبعا انا عندي هيبقى ظاهر الشكل ده، ولكن الناحية التانية عند الناس اللي انا هعرض لهم هيبقى ظاهر بالشكل ده، ان انا الكاميرا بتاعتي تحت. اوكي، والبرزنتيشن موجود. وده كده الشكل الأول. طيب الناحية التانية، الشكل التاني، هنعمل شير. هنيجي اختار الشكل ده، هحط باك جراوند البينك دي. شايفين الشكل بقى عامل ازاي؟ يلا بينا كده نشوف. طبعا تاني انا عندي في الجهاز مش باين الكلام ده، انا باين ان انا عادي جدا. هيبان عند الناس اللي بيظهر لها البرزنتيشن، بتظهر البرزنتيشن بشكل وانا موجودة عليه، بقدر ان هم يشوفوني بشكل واضح عشان اعرف اشرح ليهم الفكرة بتاعتي. تمام؟ ده كده الشكل التاني. واخر شكل وانا بفضله اكتر بصراحة، ده برضو انا بيظهر عندي عادي، وبيظهر الناحية التانية عند الناس بالشكل ان انا جنب جنب البرزنتيشن. طبعا دي طرق مختلفة عشان نفك الملل، بس لما بنحضر ميتينجز، او طبعا بالنسبة للمدرسين لما بيعملوا الحصص كل يوم بنفس الشكل الناس بتزهق او الولاد بيزهقوا. فده، ما ننساش نعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناة، واشوفكم على خير. باي.